السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس جديد والكورة مع وليد، واليوم بنختلف كل الاختلاف مع برنامج كورة مع وليد. اليوم مواهب مع وليد، ويسعدني ان اكون اليوم مع الكابتن عادل طلحة. اتفضل يا كابتن معانا، شرفنا بيك كابتن عادل، ويا ريت نعرف حضرتك بالساده المشاهدين. وشرفتوا الأكاديمية ونتمنى نكون ضيوف سعداء عليكم يعني احنا عايزين برضه حضرتك، الله يخليك، انت دايما منور يا كابتن. الله يكرمك. عايزين حضرتك تكلمنا في عجاله سريعه كده كابتن عادل طلحة والاكاديميات والتدريب والفتره المهنيه، يعني في عالم التدريب عامه. والله أنا بدأت التدريب سنة 85. طبعا أنا خريج بكالوريوس التربية الرياضية 77 اسكندرية. وبدأت التدريب في بدايتي كانت في سيدي سالم، أول بدايتي. تمام. فالمهم كان في ناس يعني من نادي كفر الشيخ عرفوا ان في مدرب في نادي سيدي سالم كويس، كنت ماشي بيهم اول وكلموني السنه اللي بعدها، فجيت مع الكابتن سني كان جاي ماسك اول سنه. تمام. وضمني وكنت اشتغلت في مدرسه الكوره مع الكابتن عبده صقر، واشتغلنا في مدرسه الكوره وقعدت في النادي حوالي 20 سنه. كنت حابب الناشئين وشغل الناشئين دايما، يعني ما كان ده اهم. انا بحب الناشئين اصلا، بحب اسس الناشئين. بعد كده تدرجت بقى، مسكت مراقب نشاط في النادي وفتره من الفترات، وكنت ماسك برضو المدرسه الرياضيه في ميت الديبه للبنات. وبعدين لما طلعت معاش بقى جيت مسكت القوات المسلحه، قعدت فيها 7 سنين. وبعدها يعني ريحت شويه. فبصراحه اولياء الامور يعني كان لهم رغبه ان انا ارجع تاني. هم عندهم برضه حسن الاختيار. فالحمد لله، الله يكرمك. حضرتك قامه كبيره في عالم التدريب والسن، يعني من الاساس خالص تاسيس الناشئ. بس احنا زمان يا كابتن برضه هاخدك لجزئيه قديمه شويه. تمام. ان احنا دايما عارفين ان في النادي مدرسه كوره. اكيد. ايه الاختلاف بين مدرسه الكوره وبين الاكاديميات الحين يعني دلوقتي؟ هقول لحضرتك على حاجه. اختلاف بين مدرسه الكوره زمان كانت يعني في النادي كانت شغاله صح. هديك مثال. يعني ايام احنا كنا ماسكين مدرسه الكوره كنا بننقي مثلا 40 عنصر بنشتغل بيهم، بيجي لهم لبس، نصرف عليهم كويس، بنجيب لهم وجبات، وكنا بنأسسهم بنعلمهم اساسيات الكوره. تمام. فكان بيطلع العيل صح. بنبدا نعلمه ازاي يتحرك في الملعب، ازاي يتمشى في الملعب كده، ينتشر في الملعب. بعد كده العمليه ما تفهمش هل هي ظروف ماديه لكل الانديه الشعبيه بالذات، فدي اثرت على موضوع مدارس الكره او الناشئين عامه في النادي. اما الاكاديميات، نظام الاكاديميات بيبقى فيها اهتمام شويه. العيل بيجي او اللاعب بيجي، احنا بنحاول ناسسه. بيبقى فيه دعم مادي طبعا من اولياء الامور. في ناس بتاخدها يعني سبوبه، احنا مش كده الحمد لله. يعني احنا بنأسس العيل تمام، بنعلمه المهارات الاساسيه، بننمي مهارته بدنيا فنيا كل حاجه. فيه اللعيب دي بتبقى نظره المدرب. يعني انا ببقى صادق مع ولي الامر لما بيجيني، بقول له ابنك ده اهو هيبقى كويس او مش هيبقى كويس، عايزه يمارس رياضه بس ماشي صح. دي بتبقى احنا دي عندنا موجوده عندنا، حاجه فيها ثقه. فيها ثقه. اما ده لا، اهتم بيه. في بقى طبعا ولي امر احيانا بيأثر مع ابنه، بيجي مثلا فتره الصيف وبعد كده بيقعد، وبيبقى العيل موهبه، انا ببقى حزين عليه. ايوه. ممكن له ظروف ماديه هو مش قادر يكمل معاه. صح. ممكن واحد بيبص للناحيه العلميه اكتر من الرياضيه. وطبعا اللعيبه كلها زي ما انت فاهم، اولياء الامور دلوقتي عايزين محمد صلاح. طبعا. ابنهم ده بيفكروا ان هو محمد صلاح. طيب هي الاكاديميه يا كابتن مبنيه على سن معين ولا هو؟ اكيد. أكيد. يعني البدايه السنيه لانك تبدا مع الناس. هقول لحضرتك حاجه. من سن كام؟ ممكن من 4 سنين او 5 سنين. وفي مره من المرات انا جاني عيل 3 سنين احسن من 7 8 سنين. ما شاء الله. فهي موهبه من عند ربنا. ايوه. السن الصغير بالذات من 4 سنين و5 سنين لازم برضو يكون العيل متجاوب معاك. تعالى بيجي معاك، روح اعمل خلي. في عيل تلاقيه مش متجاوب، فده بقى صعب انك تتعامل معاه الا لما يكبر شويه عن كده. انما هي من 5 سنين ده فعلا سن الممتاز بالنسبه للبدايه يعني. كويس كده يعني. طب احنا برضو يعني لاحظنا كتير في بعض الناشئين قدامي ان في وزنهم زايد شويه،
وفي بعض يعني وزنه كويس، يعني في بعض اللعيبه وزنها كويس. هقول لحضرتك على أيوة. حاجه، انا فاتح اكاديميه للكل. انا ممكن اقول للموهوبين بس. ايوه دي تفرق. الموهوب بس انا هلاقيه لعيب كوره موهوب، وهنمله بقى المهاره الفنيه والبدنيه وكده. اما انا فاتحها فبيجيني مثلا واحد ولي امر زي حضرتك، بيجي لي ابنه مليان شويه، بقول له انا عايز يعني خليه يمارس رياضه معاك. فما بقولوش لا، يعني بيبقى في شغل زياده معاه. شغل زياده، انا بشتغل بدني معاه بحيث ان هو يخس. لكن هو مش هيبقى لعيب كوره اصلا. ايوه لو مليان وهو عنده الموهبه، لا ممكن ان انا انميه واهتم بيه زياده، بحيث ان هو وانظم اكله مع ابوه والكلام ده كله، بحيث ان هو وزنه ينزل ويبقى كويس. انت برضو من خلال الاكاديميه يا كابتن، ومن خلال التاريخ الكبير بتاع حضرتك، الله يكرمك، ان انت برضو بيبقى ليك نظره في الناشئ. اكيد، سواء مثلا يجي منه او ما يجيش منه، تشتغل معاه، تتعب معاه شويه. هقول لحضرتك على حاجه. من كتر الشغل مع الناشئين، احنا ايام اختبارات النادي كنت ابقى قاعد العيل من مشيته وهو داخل علينا في الاختبارات اعرف ده لعيب كوره ولا مش لعيب كوره. كويس. ده من خلال خبرتك. صح. من مشيته بتعرفه. صح. فدي خبرات. صح. فيعني ارجو بس هي الحته اللي انا يعني بتضايقني نفسيا ان موضوع الاكاديميات دلوقتي بقى على المشاع. اي حد بيشتغل في الاكاديميات، واي حد سواء مؤهل مش مؤهل، تربوي مش تربوي، بقت حوالي سبوبه يعني. طب انا ممكن اسال حضرتك سؤال يا كابتن، بما انك برضو يعني رئيس اكاديميه زي اكاديميه الكابتن عادل طلحه، اولا هو مش المفروض يبقى ليها نقابه تبع الرياضه؟ يا ريت يعني برضه حاولوا. نادينا بيها كتير على فكره، مسجله بحيث نادينا انها تبقى المفروض تبقى مسجله. الحاجه الثانيه ان هو يبقى ما يشتغلش في الشغله دي او في شغل الاكاديميات الا المؤهل ومعاه الرخصه يشتغل بيها. مهنه، ايوه، مزاول مهنه رياضيه. مش عارفين يظبطوها في مصر للاسف. يبقى هي المفروض الموضوع كده. وبعدين في حاجه برضه يا كابتن، معلش، انت ذكرت حاجه دلوقتي من خلال اللقاء، انك قلت في بعض اولياء الامور ما عندهمش استعداد يدفعوا المقابل. صحيح. او الاشتراك بتاعه. صحيح. في الشهر. طب ليه ما تعملش، طالما هي الموضوع ان هي انتشرت على الساحه الرياضيه دلوقتي، وكل اولياء الامور شايفين اولادهم محمد صلاح وتريزيجيه والنني، كل ده ما شاء الله. تمام. ربنا يكرمهم كلهم يا رب. ليه احنا نبدا ان احنا نخفض المقابل المالي شويه، بحيث ان احنا ناخده اكبر كم من اللعيبه؟ وفي لعيبه مغمورين كتير. صحيح. حضرتك يعني سيدي العارفين. هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل يا كابتن. الموضوع ده على فكره يعني مش هخبي عليك. اتفضل. انا في بعض يعني مثلا تجيني واحده ارمله مثلا او ظروفها على قدها. ايوه انا بحس بيها. ايوه. بتيجي بعيلين، ممكن اخد من واحد بس. كويس. ده عن نفسي. كويس. ممكن لما تتاخر عليا عادي جدا، مش مشكله عندي. مش فارقه معايا. يعني حضرتك مراعي الظروف. لا، متجاوب في دي. ايوه. وفي نفس الوقت انا النهارده لو سالتني هنا باخد كام، هتلاقيني من يعني حد ادنى جدا، ولو عايز اذكر رقم اذكره. لا بدون انا بقول لحضرتك بدون ذكر اي شيء. يعني انا مش عاملها سبوبه، لا، هي حب للمهنه مش اكتر. وريت كل الناس تشتغل في المهنه دي بحب. ايوه. مش بحاجه ثانيه. ما هو فدي احنا مراعينها. حته على الناحيه الماديه والناحيه كده، لا احنا مراعيين. انا عن نفسي مراعيه. كويس، وجزاك الله خير. الحمد لله يعني. طيب احنا دلوقتي يعني سؤال اخير كده. اتفضل. الناشئ لما بتشوفه مثلا ايه، برضو ده السؤال ده انك بتوجهه لاولياء الامور. تمام. يشتغلوا مع اولادهم ازاي في البيت، المرحله يعني العامل النفسي ليهم ايه عشان يهيئوا كلاعب. تمام. يبدا حياته المستقبليه كلاعب كوره. بيجينا بعض لعيب موهوب. هفترض مثال زي انس عثمان او احمد حاتم. احمد حاتم شطلاوي. انا بقول لابوه دايما شغاله في البيت على رجله اليمين. ايوه. واعمل هات له كوره، واعمل 1 2 3، لان انا شغلي لوحده مش هيجيب النتيجه معاه. صح، لازم مساعد. ده لازم مساعد طبعا، لان عايز تفرغ. صح. عايز وقت. صح. انت كولي امر شغله 1 2 3 بس، بحيث انمي له اليمين يبقى اليمين والشمال عنده شغاله. دي هتفرق معاه كتير. صح. ولا في لعيبه كتير بنفس النظام. صح. بنوجه اولياء امورهم، حاول تخليه ينام بدري، حاول ياكل كويس، نظمي له الاكل. برنامج غذائي يا كابتن. اكيد طبعا. بنعمل لهم يعني ايه الغذاء اللي هو المفروض ياخده. صح. المفيد بالنسبه للعيب. امتى بياكل قبل التمرين،
ايوه في عيل مثلا جاي مش عارف بيلاقيه جاي واكل وجاي التمرين، صح وتلاقي ماسك بطنه ماسك بتاع، لا بنقول له لا المفروض قبلها بساعتين ثلاثه مثلا تاكل صح كده، صح. وتاكل حاجه مفيده يعني. فاحنا الحته دي الحمد لله بناخد بالنا منها برضه يعني. واحنا برضو احنا زي ما لاحظنا يعني بعض التدريبات، وان الحمد لله يعني شغل حضرتك باين يا كابتن عادل. والله الحمد لله احنا شغلنا كده على طول. واحنا برضو يعني. جينا اما جينا سجلنا مع حضرتك، جينا سجلنا عن اقتدار ان احنا فعلا يعني عارفين ان الكابتن عادل الله يكرمك ربنا يبارك في عالم التدريب، سواء ايام ما كنا احنا ناشئين في الحمد النادي لله يعني لحد دلوقتي احنا بنتشرف ان احنا مع حضرتك قامه كبيره في عالم الكوره يعني. الله يخليك، متشكرين جدا ومتشكرين على اللقاء وشرفتونا حبيبي، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك يا كابتن وليد. وده كان لقائي مع الكابتن عادل طلحه مدير اكاديميه كابتن عادل طلحه، ولنا لقاءات اخرى